بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هو في إيه بقى يا ضحك؟ والله العظيم بجد الواحد بيشوف حاجات أقسم بجلالة الله تشيب. يعني هو ده منظر بالله عليك؟ يعني أنت بالله عليك، أنت أخويا وصاحبي وحبيبي الزملكاوي، ده منظر؟ ده منظر لاعب بيلعب في فريق اكثر شعبيه في مش عارف في السودان والصومال والعراق والحجاز والدول كلها والدول المجاوره ومش عارف إيه. طب ده ايه والله العظيم؟ ده انا خايف عليكم والله. طب شاحن؟ طب اجيب لكم شاحن؟ اجيب لكم شاحن قبل ما يفصل؟ ده خلاص، ده مش عارف 3% ولا 4%، ممكن يفصل في اي لحظه. يعني بس هو فتحي خلاص يسلم الامر الواقع وفصل. هي دي الشعبيه؟ هي دي الشعبيه؟ ليه دايما انتوا كده والله العظيم بجد؟ ليه دايما يعني كل حاجه لازم كلام وحاجه عكس الكلام اللي انتوا بتقولوه؟ على فكره ايه المشكله اما تقول لا والله احنا مش الاكثر شعبيه وانتوا اكثر مننا وعادي يا عم الله يسهل لكم؟ فاهم يعني ايه المشكله؟ واحنا احسن نادي في الدنيا، قول عن نفسك كده، ايه المشكله؟ لكن ليه دايما يبقى فيه لازم حتى كذب كده او تضليل او تدليس او مش عارف ليه الحاجات دي؟ والله العظيم بجد بتستفيدوا ايه؟ بتستفيدوا ايه؟ ما هو بيجي موقف اهوت بيثبت الكلام اللي انتوا بتقولوه دوت ان هو مش مظبوط، فتحط نفسك في الموقف ده ليه؟ يعني أنا مثلا اقول يعني ما اقولش ان انا اكثر شعبيه، اقول لي احسن نادي في العالم يا عم، اقول احنا مش عارف اي حاجه، اي حاجه براحتك يعني انت وخيالك يا برنس. لكن بالمنظر ده والله العظيم ما ينفع وعيب يعني. حتى والله العظيم برضو من ضمن الحاجات الحلوه، اتنين زملكاويه يعني بيتكلموا في كومنتات، بيقولوا والله العظيم عيب علينا ومنظرنا بقى عر قوي، مش عارفين نلم 2000 صوت حتى. فيعني واحد تاني زملكاوي رد عليه وقال له لا على فكره الفكره مش في كده، يعني قال له كده كده هم اكتر، يعني هم بيعترفوا بينهم وبين بعض، لكن لما يجي يتكلم معاك لا يا برنس انا اكتر منك شعبيه، وانا مش عارف من المحيط مش عارف للخليج، وانا مش عارف فين في كل حته في العالم. يعني لازم كلام كتير كده ومجعلص، فاهم؟ لازم نجعلصها. المهم فبقول له كده كده هم اكتر. الفكره اننا بطلنا نخش نصوت لانها محسومه، لكن لو حطينا اللينك في كل حته زيهم هنبقى اكتر من كده بكتير وهنخسر برضه. هنبقى اكتر من كده بكتير وهنخسر برضه. طب ايه؟ يعني زميلتها ايه بقى؟ فاهم؟ فتحت الصدر واللي مش عارف ايه ومش عاجبكم التصويت ومش عاجبكم الدنيا دي كلها ليه؟ ليه؟ يعني ما طبيعي التصويت ده موجود في كل مكان في العالم يعني. انت معترض على التصويت ليه؟ عشان اثبتت ان انت مش الاكثر شعبيه؟ عشان احرجتك؟ طب ما انت من الاول انت حاطط نفسك في الموقف اللي مش حلو ده. ما تخليك في جنب كده وفاهم، ورحم الله امرئ عرف قدر النفس، بس خلاص الموضوع بسيط. انتوا اللي بتكبروا كل حاجه وانتوا اللي بتزودوا كل حاجه. المهم موضوع تاني بقى كنت عايز اتكلم فيه برضه، وحابب ان انا اتكلم فيه. طبعا كان سياده المستشار طلع من كام يوم، من يومين يعني، اول امبارح، وطلع شتم طبعا صفحات الزمالك، واخص بالذكر طبعا صفحه المختلط، وقال مين اللي بيقول بقى ان مين الغبي اللي جاب اللي هو بتاعهم دوت سامسون. فقال له طبعا امك ومش امك، وامك اللي كذا وامك اللي كذا وامك اللي كذا. والصفحه طبعا اسكت هس. اسكت هس، مفيش اي كلام خالص. فانا بصراحه استغربت الموقف يعني. فقلت يعني فاهم، عارف انت اللي هو يعني طب رد حتى على شتيمه امك، سيبك من الكوره وسيبك من الاهلي وسيبك من الزمالك، رد على شتيمه امك. فلقيت ما فيش اي رد خالص. فحد يعني زملكاوي دخل هو اللي علق لهم بقى، يعني فاهم، بقول لهم هو انتوا بجد ما ردتوش على شتيمه مرتضى؟ ازاي ده مسميكم بالاسم، يعني ذكر في صفحه المختلط. فشوف الرد بقى العقلاني بقى بتاع الناس الراسيه العاقله ديت، انت فاهم انت بقول له ايه؟ ولو ردينا هيتقال علينا بنهد في استقرار النادي، ومرتضى كائن مريض وليس على المريض حرج. يعني اي حد يخش يشتمك عادي، لو مريض يبقى ليس على المريض حرج. ده عادي، الشتيمه بتاعت امك دي عاديه وبتاع. المهم في واحد تاني قام داخل بقى رد عليه بقى، يعني واحد تاني دخل رد على التعليق ده، قام بيقول له ايه؟ يا باشا امال لما كنتوا بتطلعوا تهاجموا حسين لبيب ده ما كانش بيهد استقرار النادي، وخصوصا انه فتره مؤقته، ولا حسين لبيب كان رئيس نادي بيراميدز؟ انا والله بجد مستني صفحه المختلط ترد على الكلام ده والله. يعني بص، حاول تخليك يعني ايه، ثابت على موقف، اثبت على اي موقف. انا نفسي اشوفكم ثابتين على اي موقف. خد موقف واثبت عليه. الموقف ده بقى ضدك معاك حلو ووحش، لصالح النادي مش لصالح النادي، خد موقف اثبت عليه. لكن شغل بتاع فاهم انت ما ينفعش يعني. حتى يعني اشوف لك اي رد فعل، اي رد فعل يا اخي. ده بيجيب سيره الحاجه يعني. فاول ما جاب سيره الحاجه فبص لقيتهم كلهم خدوا وضع الايه، وضع الصامت، وضع الهزاز، فاهم؟ عارف انت هزازين الرؤوس اللي بيجوا في البرنامج، اللي بالمناسبه برضه الهزازين الرؤوس الكومنتات الجميله بتاعتهم، اللي طلع يقول لك مش عارف ضربه الجزاء بتاعه الاهلي مش صحيحه ومفيش ضربه جزاء في الماتش. هم دول هزازين الرؤوس. واللي يقول لك مش عارف سويسرا ومش سويسرا.
عموما ايامنا جايه كتير والضحك جاي كتير وما بيخلصش معاهم ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني تحس ان في عروض بينزل والله العظيم الضحك معاه باكج ضحك اكبر. فاهم انت؟ اشتري بس الضحك ده وبعد كده هتاخد الباكج الاكبر بزياده. السلام عليكم.